احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. النهارده كان هنتكلم عن النادي الاهلي، وهنتكلم على اخبار النادي الاهلي ومين الراحلين من النادي الاهلي ومين اللي النادي الاهلي يستعيدهم من الاعاره، وهنقول كل حاجه، فخليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب، زي ما اعتدنا بلاقي حاجه. صلى على سيدنا محمد وبعد الصلاه على سيدنا محمد. النهارده كده هنتكلم عن نادي الاهلي وعن اخبار نادي الاهلي وعن كل التفاصيل تخص نادي الاهلي في الفتره الحاليه. خلينا نبدا. اولا النادي الاهلي هيصرف المكافاه بتاعت الدوري ان شاء الله، تقريبا صرف امبارح او هيصرفها النهارده ان شاء الله للعيبه وللجهاز الفني. ده اول خبر معانا يخص النادي الاهلي. تاني خبر معانا، الاهلي طلب بحضور العدد الكامل لماتش الحرس الحدود اللي هو هيستلم فيه الدوري. النادي الاهلي طلب عدد الحضور الجماهيري بالكامل، العدد المسموح له بيه بالكامل كله، عشان خاطر احتفالا بماتش يستلموا فيه الدوري اللي هو ماتش حرس الحدود. تالت حاجه، مروان عطيه كان حضر التمارين بتاعت امبارح، حضر التمارين وكان موجود في التمارين والتزم بالتمارين. مروان عطيه قصدي كان غايب عن التمارين بسبب وفاه والده، بقول لله وشد حيلك. رابع حاجه، تعال بقى نقول بقى نتائج اجتماع كولر بالاداره. يعني كولر والاداره عملوا اجتماع وعشان يعرفوا من كولر انت عايز مين، نرجع لك مين الصفقات، محتاج ايه، عايز ايه، هتمشي مين، هتعمل ايه. تعال اقول لك كل النتائج بقى اللي بانت بعد الاجتماع دوت. اول حاجه، اللي هيرجع كريم نيدفيد ويرجع صلاح محسن من الاعاره. قال لهم انا عايز الاثنين دولت معايا، عايز كريم نيدفيد في خط الوسط وصلاح محسن في خط الهجوم. وقرر استمرار عربي بدر ومصطفى بدري وسعد سمير في الإعارة. عربي بدر وسعد سمير ومصطفى بدري في الإعارة. قال لهم لا، ما ترجعوش التلاتة دولت، أنا مش محتاجهم، خلوهم يستمروا في الإعارة، كل واحد مع الفريق اللي هو معليه ويستمروا. ويعير نادي الاهلي كل من فخري محمد فخري في لاعب خط الوسط، وعبد الرحمن رشدان برضو. بس يعني النادي الاهلي زي ما قلت لك هيعير محمد فخري وعبد الرحمن رشدان، بس في حاله واحده، اذا لو جالهم نادي محترم. يعني لو جالهم عرض من نادي كويس، عرض مش من اي نادي، يعني مثلا زي نادي اتحاد اسكندريه، نادي سموحه، كذلك الامر عايزين يدوم نادي جماهيري، نادي اللعيبه تدن فيه معنى الكلمه. تعالى بقى الصفقات الجديدة هقول لك عليها اللي طلبها كولر إلى الصفقات الجديدة. أول حاجة، هيفعل النادي الأهلي بند في عقد محمد شكري ظهير أيسر بتاع سيراميكا كليوباترا. هو أساسا مايل من النادي الأهلي، والنادي الأهلي حيث بند إذا لو النادي الأهلي حب يستعيد اللاعب تاني يدفع 6 7 مليون جنيه ويستعيد اللاعب. ده أول خطوة النادي الأهلي هيعملها، اللي هو هيدفع لسيراميكا كليوباترا 7 مليون جنيه، وهياخد محمد شكري اللاعب الظهير الايسر بتاع سيراميكا كليوباترا اللي هو اساسا بتاع الاهلي. تاني حاجه، هيستمر النادي الاهلي في مفاوضاته مع فيوتشر لضم مع محمود بوبو برغم ان النادي الاهلي حسم صفقه امام عاشور، لكن برضه كوره شايف ان هو برضه محتاج لاعب في خط الوسط، وبرضه بعوده كارنيتي، فهو برضه شايف ان هو لسه برضه محتاج. فالنادي الاهلي قرر الاستمرار مفاوضات مع محمود بوبو ونادي فيوتشر لانه يحسم صفقه محمود بوبو. فالنادي الاهلي هيستمر في المفاوضات في الصفقه دي. تالت حاجه، الاهلي يحاول ضم جوستافو، اللاعب البرازيلي اللي هو بيلعب جناح وفي نفس الوقت راس حربه صريح، اسمه جوستافو زوزا. لاعب البرازيل ولاعب عنده 28 29 سنه تقريبا، بس لاعب هايل جدا ومهاري وسريع ولاعب هداف معنى الكلمه. النادي الاهلي يحاول في ضمه يعني. والنادي الاهلي برضو يحاول في ضم محمود بوب لاعب فيوتشر. النادي الاهلي برضو بيحاول في ضم لاعب فيوتشر محمود مرعي. النادي الاهلي يحاول ضم محمود مرعي من فيوتشر، اللاعب اللي هو بيلعب قلب دفاع. بقى ملف الراحلين عن النادي الاهلي هو كل من ايمن اشرف وشادي حسين وعلي لطفي لنادي زد. علي لطفي وشادي حسين هيرحلوا لنادي زد، اما ايمن اشرف لغايه دلوقتي ما بانش خطوته اللي جايه، بس هو بنسبة 100% فهو راحل عن نادي الأهلي ومش مستمر في نادي الأهلي. و مسير كريم الدبيس ورفض خليل لغايه اللحظه دي لسه ما حسمش قرار مسيرهم. قرر قال انا هحسم مسير الدبيس رفض خليل في نهايه الموسم. بعد ما ينتهي الموسم هقول لك اذا هيستمروا معايا او هيمشوا من نادي الاهلي. وده كل الاخبار
اللي تخص نادي الاهلي ونتائج الاجتماع اللي كانت بين كولر واداره نادي الاهلي وكل التفاصيل. فاذا استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.